بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. هناك مثل يقول: وين يسبق القلب الرجلين يمشيو، أنت يزورو للتبع ثضار. وين يسبق القلب الرجلين يمشيو. فهذه الصفات التي ذكرها السيد المدير، مدير الشؤون الدينية والأوقاف، عن هذه البلدة الطيبة الونزة، هي صفات جميلة جدا. وقد حدثني إخواني عن هذه المنطقة. هناك قواسم مشتركة في هذه الولاية المضيافة، ولاية المعطاء، ولاية بسة. يكفيها شرفا أن أنجبت رجلا كالشيخ العربي تبسي رحمه الله، وأمثاله أيضا والحمد لله كثير. فهذه الولاية سجلت حضورها الفعال عبر تاريخ الجزائر المشرق، بمجاهديها، بعلمائها، برجالها، بنسائها. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يستركم. وما جاء على أصله لا سؤال عليه، كما قال السادة الفقهاء. عنوان المداخلة كما تعلمون: الإنسان بين الألم والأمل والعمل والأجل. هذه محطات نمر عبرها جميعا، كما رانا عندنا 4 محطات. هذه كل البشر. أفتت هذا الموضوع من خلال بعض الآيات والأحاديث وأقوال السلف والصالحين، ما تيسر الله عز وجل وما يسر في هذا اللقاء المبارك. ثم أنني قبل أن أشرح في هذه المداخلة، الإخوة حكوا لي تاريخ هذا المسجد، فنقول الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله وكلما دخلنا مساجد كانت في يوم من الأيام كما كانت، ثم صارت مساجد يعبد فيها رب العزة جل جلاله، فالحمد ربي ونشكروه. هذه نعمة من النعم التي تستحق الشكر. ورب سبحانه وعد ووعده الحق: ولئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله دوام النعم وتمامها. الإنسان بين الألم والأمل والعمل والأجل. أبدأ بالحديث عن الإنسان. هذا الإنسان مكرم، رب سبحانه خلق. كاين موجودات كثيرة: الجماد، النبات، الحيوان، الإنسان، وسيد هذه المخلوقات جميعا الإنسان. فضله الله عز وجل بنعم لا تعد ولا تحصى، وكلفه بعمارة هذه الحياة. وقد قال ربنا عز وجل في آية القرآن: ولقد كرمنا بني آدم. وكرامة الإنسان في آدميته، هذا الإنسان الذي كرم الله عز وجل أسجد له الملائكة كما تعلمون، وهذا مظهر من مظاهر التكريم. رب سبحانه كرم الإنسان أن أمر الملائكة بالسجود لآدم. أبو البشر كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا مظهر من مظاهر التكريم. من مظاهر التكريم للإنسان أن أعطاه الله عز وجل مقومات الحياة من هواء وماء وغذاء وكساء وإيواء ودواء. هذه مقومات الحياة. رب سبحانه أعطى لنا كاع كيفاش نعيش في هذه الحياة. الهواء مقوم أساس، الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. في سورة الأنبياء الآية رقم 30 ربي قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، إلى آخر الآية 30 من سورة الأنبياء. إذن رب سبحانه أعطى كل هذه المقومات الحياة باش نعيشوا: الهواء والماء
والغذاء والكساء اللبسة والإيواء السكنة والدواء وغيرها من النعم. وربي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واحدة النعمة ما نقدروش نحمد ربي سبحانه عز وجل على هذه النعمة. وهناك ملاحظة مهمة، النعم المألوفة بعض الناس يغفلوا عليها. ما معنى النعم المألوفة؟ مثلا احنا جينا على رجلينا مثلا، هذه نعمة عظيمة جدا. يا اللي يمشي فوق رجليه برجليه يحمد ربي ويشكره، بغى يعرف قيمة هذه النعمة يشوف هذوك اللي يمشيوا في لاشيز رولونت، هذاك اللي يمشي بالعربة ولا بالكرسي المتحرك، يزور السبيطارات المستشفيات ويعرف نعمة الصحة اللي أعطاه ربي سبحانه. ممكن نعاني من بعض الأمراض يقينا، ولكن في النهاية لازم ننظر إلى النعم الباقية ولا ننظر إلى النعمة المسلوبة. ممكن قد تسلب منا نعمة من النعم، ممكن واحد منا تروح له نعمة، هذا مرض في درسته، هذا مرض في قلبه، هذا مرض، ولكن النعم تاع ربي سبحانه كثيرة جدا باش ما نغفلوش. وقال ربي في القرآن الكريم يعلمنا في كل ركعة باش نقراو الحمد لله رب العالمين. نبينا صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا، وربي قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. لازم الإنسان ما يغفلش عن ذكر نعم الله عز وجل، وأن يستخدم النعم فيما يرضي المنعم. ربي أعطى النعم، أي نعمة من النعم، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الولد، كل النعم اللي أعطاها ربي سبحانه عز وجل هو يحب باش الناس تستخدم هذه النعم فيما يرضي الله جل جلاله. إذن إخواني الكرام، هذه النعم التي أنعم الله بها علينا تخلينا باش قلوبنا موصولة بالله عز وجل، ألسنتنا تلهج بشكر الله وحمده وباستمرار. حتى في صلاتنا نسمع ونقرأ، يعني نسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ونقول ربنا ولك الحمد، باش نتدرب على ذكر المنعم جل جلاله، فلا نكون من الغافلين كما قال القرآن في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين. إذن ومن نعم الله عز وجل على الإنسان ومن مظاهر تكريمه أن أرسل للبشر النبيين والمرسلين هداة البشرية. ربي قال في القرآن كما في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه نعمة أخرى بل من أجل النعم. تصوروا معي لو كان ما كانش الأنبياء والرسل بقينا هكذا كل واحد يدير رايه، سنضيع كما ضاع الضائعون، سنتيه كما تاه التائهون، سنعيش في حيرة لا حد لها، نكون في حيرة كبيرة بزاف. ولكن ربي سبحانه عز وجل من مظاهر تكريمه للبشر أن أرسل النبيين والمرسلين، وختم كوكبة الأنبياء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال القرآن الكريم في سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين قد اكتمل عقيدة عبادة شريعة سلوكا وأخلاقا، اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ربي اسمها نعمة، نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف نرفض دينا
ارتضاه الله لنا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا هو الإنسان، هذا هو ابن آدم. ربي كرمه أعطى له كلش. اختمها بهذا الدين الحنيف باش والإسلام منهاج حياة، والإسلام منهاج حياة. الآن نأتي إلى هذه المحطات. المحطة الأولى الألم. ربنا عز وجل خلق الإنسان وابتلاه. قال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن سنبتلى حتما. ربي جربنا بالشيء اللي يبغي، ولا لا ما كاينش اللي عنده فيش دو فو، يعني بطاقة رغبات. ما كاينش اللي يقول له: يا ربي جربني بما تشاء صف ما عدا كذا وكذا وكذا. كاش واحد منا يحمل بين يديه بطاقة رغبات؟ لا أحد. هناك 4 قواعد مهمة لفهم هذه المسألة. ربي جربنا بالشي اللي يبغي ماشي بالشي اللي نبغيوه. ربي جربنا وقت ما حب هو ماشي وقت ما حبينا احنا. ربي جربنا كما يشاء لا كما نشاء. قواعد تساعدنا على فهم عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. قال: الذي خلق الموت. علاش سبق في الموت يا جماعة الخير؟ باش يكون كل إنسان منا يتذكر بأنه سيموت، بأنه سيلقى الله حتما، بأن الحياة قصيرة ولو طالت. كاين اللي عاشوا 90 سنة، كاين لو كان تسقسيه تقول له كيف، يقول لك: الأيام مرت سريعة، السنوات مرت سريعة. وقد قالها الحسن البصري رضي الله عنه، قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. ربي قال في سورة البقرة في الآيتين 155 156: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا معي سادة الأفاضل كيف يعلمنا القرآن أن نكون صامدين في عز الأزمة، في وقت الحيف، وقت المحنة، وقت الابتلاء. ربي سبحانه يعطينا ما يقوينا، ما يثبتنا. وهذه نعمة غير احنا اللي عندنا على فكرة. باش نعرفوا قيمة الإسلام هو نعمة كبيرة بزاف. كان يروى أن أحد الصالحين كان يطوف حول الكعبة المشرفة. قال: فكنت أستمع إلى الناس وهم يدعون. على بالكم اللي يطوفوا حول الكعبة كل واحد واش يقول؟ هذا الرجل قال لك: ما أبكاني إلا دعاء أعرابي. قال لك: سمعت واحد فلاح، نقولوها بالدارجة تاعنا باش، قال لك واحد فلاح كيفاش كان يدعو ربي وهو يطوف حول الكعبة. قال له: يا ربي لقد أعطيتنا الإسلام ولم ندعوك، فكيف تحرمنا الجنة ونحن ندعوك؟ دعاء كبير جدا. قال له: يا ربي أعطيتنا أعظم نعمة الإسلام بلا ما نقولوا لك. كاش واحد قال له؟ ما قال له حتى واحد. من رحمة الله بنا وعلينا أعطانا نعمة الإسلام. وهذا الشاطر تعرف واش قال له؟ قال له: يا ربي فكيف تحرمنا الجنة ونحن ندعوك؟ حوضرك الجنة حنا نطلبوها، حنا رانا نطلبوها، إن شاء الله ربي يدخلنا الجنة جميعا. يلا سيدي، إذن باش يكون عندنا فقه الابتلاء نركز على هذه جيدا. لما؟
لأنه هو الذي قال ولنبلونكم، وسمعت الآية في سورة البقرة في الآيتين 155 156، وكذلك في سورة الملك في أوائلها. الآن يا جماعة الخير، في المحطة الأولى نتاع الألم تفهمنا بأن الله يجربنا بما يشاء. لو سألنا الناس كل واحد واش يقول لك؟ كان اللي يقول لك أنا الألم اللي صح لي الصحة نتاعي، مرضت، وفقدان الصحة ألم. لو كان هذاك الإنسان المريض نسقسيو حنايا نقول له يا فلان لو كان ترجع لك الصحة نتاعك، يقول لك المهم ترجع لي الصحة نتاعي، لا أحتاج شيئا في هذه الدنيا، المهم الصحة. والصحة يقول لك تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. تفند القيمة انتفاث ما كيوث وقور نطلام. ما ترجمته: متى تظهر قيمة النور؟ حينما يكتنفون ديجور الظلام. كي نكونوا في الظلمة نتفكروا قيمة النور، نكونوا في المرض نتفكروا قيمة الصحة، وهكذا. لذلك يا إخواني الكرام، كل واحد واش كاين واحد آخر عنده ألم في تجارته، تجارة كل ما يدير مشروع يخسر فيه، يتألم، يرقد مغبون لأنه يتألم. يقول لك درت تجارة ومشاريع استثمارية كلها باءت بالخسارة والفشل. كاين اللي متألم بالغربة الآن في هذه اللحظات، هناك مغتربون يتألمون. ما نخبيش عليكم، درك أنا درت شوية زيارة مع الإخوة خفيفة في الونزة، يعني القلب سبق البدن، والأمر يعني نفسه أقوله بالنسبة لباقي المناطق في هذه الولاية الكريمة المباركة. ولكن حقيقة تحس، خاصة حين نسمع الذكريات، بدءا من ذكرى هذا المسجد كيف كان وكيف أصبح. عقيدة التوحيد، سمعت الآية الآن في سورة الأنبياء 25، وهذا هو أصل الأصول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ربي واحد ما عندوش شريك، وهذا هو الأصل الجامع عند جميع النبيين والمرسلين. تأكد ذلك في سورة البقرة في الآيتين 255 آية الكرسي والآية 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن يا جماعة الخير اسمحوا لي، الغربة هي أيضا ألم، الغربة ألم، والحياة كلها في الحقيقة معمرة بالمفاجآت الأليمة، مفاجآت لي سيربريز، والله ما يدري حتى واحد. يقول لك يا نائم الليل مسرورا بأوله إن النوائب قد تأتينا أسحارا. هكذا قال الشاعر. وسئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن واجب وأوجب، وعن صعب وأصعب، وعن يعني كل صيغة مع صيغة التفضيل. قال من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب، إلى أن يقول والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. لذلك اسمحوا لي الشافعي أعود إليه مرة أخرى، لأنه أين يظهر ضعف الإنسان؟ كي تجي هذا لي سيربريز هذون، خاطر كي تكون دعوة لاباس، اللي عنده شاحنات خرجوا كاع الصباح رجعوا كاع بخير يفرح، اللي عنده شركات وراهي أموال تدخل ما شاء الله، واللي عايش مع أولاده ما كان لا مرض ولا شيء ما شاء الله. ولكن متى يمتحن الإنسان ويمحص؟ متى؟ حينما يبتلى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كي قال في الحديث الصحيح الأنبياء
أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. قال الشافعي في قصيدة طويلة: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. كيف يكون الإنسان طيب النفس إلا إذا كان صاحب عقيدة تستقبل كل شيء بصدر رحب، بإيمان ويقين، برضا، يرضى بقضاء الله وقدره، يقول مرحبا بما قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. وهذه القصيدة أشبه بوصفة طبية، أوردونانس: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء، يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. إلى أن يقول: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. انظروا سادتي إلى شعر ينبع من مشكاة النبوة، شعر يهتدي بالهدي النبوي فلا يضيع ولا يتيه. هذه عقيدتنا وهذا إيماننا. أطلت كثيرا مع الألم، ولكن مع الألم ننتقل الآن إلى الأمل. إلى الأمل. حينما كان شيخنا يصلي بنا قرأ بعضا من سورة يوسف. كل محزون يقرأ سورة يوسف يبرأ، يرتاح. اللي عنده حزن يقرأ سورة يوسف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والقرآن كله شفاء. ربي قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. في الآيات الأولى اللي قرأها الشيخ شوف حالة سيدنا يعقوب، الألم والأسى والحزن على فراق الولد، وبعد ذلك الولد الثاني. ولكن ركزوا معي في هذه النقطة المهمة: اجتمعت عوامل اليأس، ولكن في عمق اليأس ظهر الأمل. سبحان الله. يوسف راح وكلاه الذيب، لأنه هذه شهادة نتاع خوته. لو كان قالوا له وقيل كلاه الذيب يكون عنده أمل. لا جابوا له ميم لا بروف يعني، ويبكي، ومعنى الدعوة مضمونة يعني. الخبر كما يقولوا في الإعلام جابوا الخبر من مصدره. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. طبعا خلفوا العقد كي كانوا يديروا معه المفاوضات. قالوا له نديو يوسف باش يلعب، فينالمون هما يلعبوا، يوسف خلاوه عساس. تعرفوا المفاوضات في الآية الأولى، لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إلى آخره، تعرفوها كامل. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فأكله الذئب، ماشي وقيل أكله الذئب، فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. بعدين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. شوفوا عند الأزمة، عند المحنة، غير ربي اللي يقدر يثبت بنادم، أليس كذلك؟ غير ربي. كما قال القرآن في سورة إبراهيم
من الآية 24 إلى غاية الآية 27. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها وفي رواية أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس إلى أن قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. شوف بلاغة القرآن سبحان الله، يثبت بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ربي سبحانه هو اللي يعطينا الثبات يا جماعة الخير. أؤكد على هذه لأنه في حاجة ماسة إلى أن يثبتنا الله عز وجل في ظل هزات الدنيا وعواصف الدنيا وهذه الابتلاءات. نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله الثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقبر أول منزل من منازل الآخرة، كي يخليو الإنسان وحده في القبر. أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة. الظلمة يعني كيف يسلك راسه، يعني غير ربي اللي قادر يثبته في الدنيا وفي الآخرة. أعود إلى يعقوب. إذن بعد واش قال سبحان الله؟ فصبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بدأت رحلة الحزن، ولكن وين وصل الشيخ في القراية كي قال جمع ولاده وقد اجتمعت عوامل اليأس كما قلنا. سنوات مرت، دليل الإثبات على أن يوسف كده ذيب جابوا القميص مع الدم إلى آخر ما تعلمون. رغم اجتماع عوامل اليأس، ولكن مع ذلك قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه عقيدتنا، كيف تزرع فينا الأمل حتى عند اجتماع عوامل اليأس. ولا يملك ذلك إلا نحن، ولكن نحن لابد أن نرتقي إلى مستوى هذا الدين فقط. لذلك بين قوسين حينما للأسف تأتينا أخبار كما تأتيكم أخبار المنتحرين الذين ينتحرون بسبب أزمات الدنيا وهموم الحياة. يقول لك نسويسيدي، نروح نقتل روحي. تقول له علاش تقتل روحك؟ يقول لك عندي المشاكل، لي بروبلام. مهما كانت لي بروبلام المسلم ما يديرش هذا الشيء. خطر علاه يقول إذا خسرت الدنيا أنا مبتلى، كي نصبر عندي الأجر، ولكن الأخيرة ما نلزمش نضيعها. خطر اللي راح راحته الأخيرة فهو من الخاسرين. علاه؟ لأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. حياة الخلود ما هيش هنا، ليه في الآخرة. كيفاش واحد يضيع؟ ذلك ربي في سورة النساء في الآية 29 يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جاءت هذه الآية بعد الآية 28 وين يقول ربي سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذه آخر كلمة في الآية 28. وبعدين الآية 29 ولا تقتلوا أنفسكم. يمكن الإنسان يضعف يقرر إنهاء الحياة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لذلك يا جماعة الخير الأمل عبر عن ذلك أحد الشعراء قائلا يقول أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمال. الأمل هذا هو اللي يعطي الكوراج القوة للفلاح اللي زرعها وما نبتتش. كان فلاحين يخدم مسكين ما دار والو، يخدم يزرع يحرث، ما كانش شتاء ما كانش مطر ما كانش الغلة،
الفلاح هذا ييأس إذا كان عنده عقيدة تزرع فيه الأمل، يقول معلش ربي هو الرزاق. ربي قال في سورة الذاريات الآية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. العام الجاي يعود. الفلاح عنده النية، والتاجر اللي خسر في التجارة عنده الأمل، لازم يخدم. المريض كيف يداوي، وهكذا وهكذا. لذلك الألم، بعد الألم يأتي الأمل. الأمل تزرعه عقيدة التوحيد في قلوبنا. إذا كان عندنا أمل بالضرورة ننتقل إلى المحطة الثالثة وهي العمل. لا بد أن يدفعنا الأمل إلى العمل. ما يجيش واحد يقول لك أنا عندي أمل وما نخدمش. لا لا، احنا نقول بالدرجة سبب وربي يعين. واحد يسبب، هذا ما كان لازم يسبب. من روائع الشيخ الشعراوي الله يرحمه المفسر القرآن الكريم قال لك القلوب تتوكل والجوارح تعمل. خاطر كاين اللي يخلط الخدمة نتاع القلب يرجعها للدين، ماشي هكذا. التوكل من أعمال القلوب، ولكن العمل من أعمال الجوارح. ما يجيش يقول أنا متكى على ربي. ربي قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب، ويريح، ما يخدم، ما يردم، ما يتعب، ما يتاجر، ما والو. يقول لك الرزق سيأتيني. ربي اللي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ما قال الشرع هكذا، قال لك نخدموا. المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا، علمنا كيف نعمل، والقرآن الكريم علمنا كيف نعمل. وقال في سورة التوبة في الآية 105 قال وقل اعملوا خدموا فسيرى الله عملكم. هو ماشي في الأمور الآخرة. درك حنا صلينا، ربي يشوف الأعمال تاعنا، أليس كذلك؟ لازم يكون النية والإخلاص والخشوع واش قدرنا، لأنه هذه لله، نعبدوا ربي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع روح الصلاة. رب سبحانه يعلم السر وأخفى، سواء في العبادات ولا في المعاملات. اعملوا هذه، نعمل للدنيا نعمر هذه الحياة، ونعمل للآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. l'invisible et le visible. عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ذكرت كلمة العمل 3 مرات في الآية اللي ذكرناها، الآية 105 من سورة التوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كيقول إن الله يحب العبد المحترف، خرجه الإمام مسلم. إن الله يحب العبد المحترف. إذا الإنسان لازم يكون عنده حرفة ويخدم، والعمل كله شريف. المهم يكون في الحلال، ماشي كما الفلسفات القديمة تميز عمل نتاع الشرفاء وعمل غيرهم. لا، أي خدمة اللي يخدمها الإنسان، فلاح ولا نجار ولا بناء ولا شوفور يا سائق، كل الأعمال شريفة. المهم في الحلال فقط. هكذا يرشدنا الإسلام. ولا بد أن نعمل للدنيا ونعمل للآخرة. ربي قال في سورة الكهف التي تقرأ يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة كهذه الليلة المباركة، في آخر آية في سورة الكهف الآية رقم 110 فمن كان يرجو لقاء ربه. شكون اللي يرجو لقاء ربه؟ غير المؤمنين. المؤمن على باله الرحلة ستبدأ، رحلة الخلود ستبدأ بعد الوفاة. ربي قال في القرآن الكريم فمن كان يرجو لقاء ربه واش يدير؟ لازم يخدم. وجد الفاء، فهذه في اللغة العربية تفيد الترتيب مع الفورية.
خاطر ربما بعضنا يؤجل، وصل 50 سنة ما صلاش، تقول له عليها يقول لك مازال صغير. درك اللي وصلت نص القرن مازال الدنيا واسعة، علاش نصلي من درك؟ يا أخي على بالكم هذه، حنا دائما نقول كي نوصل النقطة هذه نقول لا، رمضان عنده الزهر أكثر من الصلاة في الجزائر في المغرب العربي. شكون اللي عنده الزهر كبير؟ رمضان. الصوم بزاف. كي يشوف واحد ما فطر يديروا عليه قرة، تلقى واحد ما يصليش يشوف واحد ياكل رمضان يدير عليه حرب. كيفاه الفلاني رمضان يا عجباه وكلاه. وحديث ابن عمر قال بني الإسلام على 5، بعد التوحيد تجي الصلاة. رمضان راه ليه المرتبة الرابعة في حديث ابن عمر، أليس كذلك؟ في أحاديث أخرى. ولكن احنا رمضان عنده الزهر أكثر من الصلاة. لذلك مساجدنا في رمضان الله يبارك، وصلاة الفجر يقول لي برك صلاة العيد لا نهار العيد ولا غدوة من ذاك، خبرني برك كيفاش يكون الحال. عندنا واحد الشاعر اسمه الشيخ رمضان دار قصيدة بالقبيلية، ولكن غير الدواء على هذه الظاهرة هذه. فينومان اللي يقول مسلم وما يصليش. بكري كنا نسمع واحد العبارة يقول لك كروايون نون براتيكون، يقول لك أنا مؤمن ما يخصني والو، قلبي نظيف كلمة طاهر، ونحب الفقراء ونزور المرضى، تخصني غير الصلاة والزكاة ورمضان والحج، الباقي كاع تو فا بيان كيما يقول الطباء يا رايس، ما يخصني والو. من بعده يقول لك واش يخصني؟ الشيطان غير واعر، واعر بزاف. سماها ربي سبحانه عدو مبين، للمي ديكلاري عدو مبين، خاطر يكلخ للناس، يقولوا انت ما يخصك والو، تخصك غير الصلاة. عندك الوقت كي توصل 65 سنة 60 سنة 70 سنة نورمال، روح الجامعة الشيخ العربي تبسي ديرها راتراباج فور، اقضيها وشوية شوية وما يكون غير الخير، وزايد ربي يشوف غير القلوب من بعد. يعني مسكين يمشي في هذه. وعلى بالك ما كانش لحظة مؤلمة كي يجيبوا لك واحد ما يصليش وتصلي عليه صلاة الجنازة. أكيد صارت لكم ولا لبعضكم. أذكر مرة حكاية صارت، رحت المقبرة باش نصليوا على واحد الله يرحمه، قدموا لي قالك تصلي عليه، لا أعرف ذلك الإنسان، وكان خوها الله يبارك هكذا. قلت له هذا خوك؟ قال لي خويا. قلت له لاباس يا أخي، شحال في عمره؟ قال لي 63 سنة. قلت له يا أخي لاباس كان يصلي كان؟ قال لي أوكين ركعة، أوكين ركعة. يعني على بالك درك فات وصلت قدامه، حشمت كيفاش نقول لربي سبحانه، نقول يا ربي اغفر له خاطر صغير ماشي صغير، نقول له الإسلام ما لحقوش جاب ربي الإسلام وصل إليه، ما سمعش حي على الصلاة تو يسمعها، ما شافش الموتى اللي ماتوا لا كلاس نتاعو كيما يقولوا ناس كبار لا كلاس. كان عندنا واحد ما يصليش، عنده واحد يشوفه كبير قوة ما شاء الله، واحد النهار مات هذاك الإنسان القوي، قالوا مادام الموت وصلت لهذا صافي مما توصل، قالوا هذا يموت وصلت لعنده الله غالب. ألم صدقوني عشت ألم لا أنساه، خطر قلت يا رب كيفاش نقول له ربي، بعد قلت يا ربي رحمتك فقط، هذا ما كان. ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم قال لك لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا قابلك فضله. تذكرت هذه المعاني وسألت الله أن يرحمه، لأنه كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن موقف محزن، وكان حبيت نقول رسالة لنا جميعا باش ما نغفلوش على الصلاة، هي أول ما نحاسب عليه الصلاة. جاب لي ربي اللي يخرج صباح يديك وثائق السيارة ولا لا، خاطر لو كان يمشي في طريق يحبسك جدرمي يقول لك الوثائق ما تعطيلوش الفريد فامي،
ما تعطيلوش الباسبور، تعطيلو وثائق السيارة. وكذلك ولله المثل الأعلى، ما تقولوش أنا الصلاة ما صليتش ورمضان ما كانش، ولكن خدم الخير نعاون الفقراء إيه هذا مليح، ولكن زيدوا من بعد. الآن أعود إلى الشيء الذي ما نسيته. هذا الرجل بغى يعطي حل لظاهرة الناس اللي ما تصليش ويقول لك أنا مسلم. مسلم، ولكن ما تمشيش نورمالمون. مسلم لازم يطبق مقتضى الإسلام، خاطر الإسلام يقول صلي، وسمعت الآيات إلى آخره. قرأ برك بعض منه، قال المؤمنين يوانروا في الوقت كيدين الله ما تشكين عودة تظهروا إنسلم ورنتظالا. سؤال إنسلم ورنتظالا السوق ما يعمر ذي يفرو غس ما يزنس الغلا. معناه راه ينبه الغافلين، يقول لهم كيما السوق صباح يعني مع الغاشي 8 تاع الصباح ولا 9، وبعدين حتى يروح شويه شويه خلاص. ميم السوق الحياه سينتهي وكل آت قريب. ويعني توجيهات في هذا الشعر البليغ باش ينبه هؤلاء الذين لا يصلون باش يرجعوا إلى جدة الحق والصواب. إذن جماعة الخير سمحوا لي لن أطيل فيما بقي من معلومات. الآن وصلنا إلى العمل، لابد أن نعمر هذه الحياة. وسمعت الآية في سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. باش الخدمة اللي يخدمها لازم تكون ربي لله، والخلاص في الإخلاص. وربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن ننتهي الآن من العمل، نروح إلى آخر محطة وهي الأجل. الأجل نهاية كل مخلوق. ربي قال ولكل أجل كتاب. إذن ممكن الآن في خضم الحياة الشركات والأعمال والأعراس والمواعيد والمهرجانات وحياة زاهية، نعم، ولكن ما ننساوش باستمرار حتى كي نروحوا نرقدوا باسمك ربي وضعت جنبي، إن مسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم باش الإنسان ما يغفلش، دائما يتفكر الموت والإيمان بالموت. والإيمان وهي التي تنقلنا من الدنيا إلى الآخرة، من دار الممر إلى دار القرار، إلى دار الخلود حيث الحياة الأبدية. ما ننسوش الأجل، لأن الله قد وعده حق، قال كل من عليها فان. إذا كان الإنسان تفكر الأجل سيأتي لازم يحضر الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والإنسان يتزود بقدر الإمكان من الطاعات، من القربات، من الباقيات الصالحات، مما يستطيع من فعل الخيرات. ثم إذا جاء أجله يجده مستعدا ليبدأ رحلة الخلود. ثم نأتي إلى الآية 72-73 من سورة الزمر، حيث يقول ربنا عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فيها إشارة عجيبة في هذه الآية. هنا الخاتمة. قبل ذلك حكينا على الآخرين ربي يبعدنا عليهم كفار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وفي قراءة فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. شوف العتاب واللوم الذي لا يطاق. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وبعدين يأتي إلى الطائفة إن شاء الله الناجية، قال وسيق الذين اتقوا ربهم. هنا ربي دار إضافة التشريف، الهيه ما قالش وسيق الذين كفروا إلى جهنم تكور على طول، ولكن هنا قال لا
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. علاش قال زمرا؟ جماعات جماعات، لأن هؤلاء كانوا يتعاونون في الدنيا. أنتم الآن ونحن جميعا نتعاون على الطاعات والعبادات. صدقوني في رمضان تراويح، لو كان كل واحد يصلي وحده ما يقدرش يكون عنده هذاك الكوراج وهذاك الشجاعة وهذاك الثبات. ولكن كي تجي تلقى الجامع معمر، نقوم الليل، المريض والمسافر والتعبان والنعسان إلى آخره، كل واحد منا يقوي الآخر، يقوي بعضنا بعضا، وكل عمل يندار بهذه الطريقة الأجر مشترك، الأجر يعم الجميع. وكان ربنا يقولنا لازم تتعاونوا، زينوا هذه الحياة، جملوها بالطاعات، بالباقيات الصالحات، بالقربات، ببناء الحضارات، بنفع البشر، بنفع الإنسان، برعاية حقوقه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما في سورة المائدة. لذلك ربنا يقول ويبشر إيانا جميعا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لا عتاب ولا لوم، مش كما الآخرين، سلام عليكم. شو بر كلمة السلام هذه؟ تحمل الأمن والأمان. سلام عليكم طبتم، مرحبا يسوان، لا سلام نوان، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. على بالكم كلمة خالدين هذه رائعة جدا. علاه رائعة جدا؟ لو كان دخلوا الجنة يقولوا لنا في الجنة تعيشوا غير 50 سنة أبري توليوا للدنيا، كيفاش نكونوا نخمموا مرة؟ كيفاش وقتاش نوليو؟ ثاني نرجعوا مرة أخرى، درك ربحنا في الامتحان ونزيدوا نرجعوا الامتحان؟ لا، ولكن ربي قال خالدين، معنى اترنال. وكلمة خالدين يعني بها تتم السعادة. السعادة تكتمل بلا منغصات. فهمتوا الكلمة الأخرى هذه؟ منغصات. خطر الماء هذا راه صافي، لو كان نديروا فيه تراب، الفقهاء يقول لك الماء المطلق، فقهاؤنا الماء المطلق هذا الذي يصلح للعبادة والعادة، ماء طهور. لما؟ لأنه بقي على أصل خلقته، الماء المطلق بلا قيد ولا إضافة. لو كان دخلوا شوية عسل هنا، يا أخي عسل مليح، ما تقدرش تقول هذا ماء، تقول هذا ماء مخلط بالعسل ولا بالحليب، فيصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، ما يصلحش الوضوء. هكذا. علاش قلت هذا الكلام؟ باش نقول لكم الجنة ما فيهاش منغصات. الدنيا فيها منغصات ولا لا؟ في عز الفرح وتخاف، حاكم السيارة الله الله، وعندك الدار الله الله، والصحة، وكذلك عندك دائما الخوف، ممكن في أي لحظة كاش ما يصرى. المؤمن يقول مرحبا باللي عطى الله، في خير دائما، كيما جات مرحبا، أهلا وسهلا، قدر الله وما شاء فعل. وقد تحدثنا عن فقه الابتلاء قبل حين، ولكن هنا ربي يبشرنا يقول خالدين. وبعدين واش يقولوا هذوك أهل الجنة كي يسمعوا كلمة خالدين؟ يفرحوا، يقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. بعد وش قال ربي؟ فنعم أجر العاملين. نعتقد أن هذا من فضل الله، نسب العمل إلينا، ولا أحد يدخل الجنة بعمله، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، ندخل الجنة بفضله ورحمته. قال ربنا في أواخر هذه السورة العجيبة سورة الزمر فنعم أجر العاملين. آخر آية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأنا أقول الآن في الختام الحمد لله رب العالمين.